الفن ترجمه للواقع من واحد الناحيه، وديك الترجمه كتكون عن طريق الابداع. ان ميليو اونتر لي دو، كيكون واحد النسبه عندها علاقه بالواقع اللي كيعيشو الواحد كيعبر عليه. الفن كيكون شي حاجه اللي كتقدر تكون مع الواحد من الطفوله ديالو، ماشي اي واحد يقدر يولي فنان. الابداع كنلقاوه في الفن. مثلا الفن هو ترجمه للواقع، هو مثلا شي حاجه كاينه وكتخرجها للواقع اتا فاسون نتايا كتكري. اذا هذا ابداع. يعني انا كنقول بان الابداع والفن هما مرتبطين، حيت اي حاجه تكريات، اي حاجه كتكريها انت راه كتبدع فيها. كانت كاينه في الواقع ولا جبتيها من راسك راه كاين فيها ابداع. الحياه ديالنا ابداع. شنو تعتبر ابداع؟ بالنسبه لي انا الفن ترجمه للواقع، حيت من بعد كيبقاو يحكيو لنا كيعاودوا القصص اللي كنعيشوهم حنايا بصح. اما ابداع هو بالنسبه لي راه ابداع، ولكن اكثريه كترجمه للواقع. L'art, c'est une traduction de la réalité. L'art, c'est ce qu'on vit chaque jour, en fait. الفن أحاسيس، الفن رسالة. أقول تتسألوا في الواقع، إذا أصلا كاين واقع، حب من حب وكره من كره. والإبداع ماشي ينحصرش في كل ما هو خيال، كل الابداع يكون في الواقع. الانسان يبدع شي حاجه اللي في الواقع. بالنسبه للعموم على الفن فهو شنو نقول تيدمج هادو بجوج ما بين الواقع والابداع والخيال. يقدر الواحد يبغي يوصل واحد الميساج في هذيك الترجمه الواقعيه اللي عنده هو في الداخل ديالو ويجسدها بواحد الحاجه. كنديروا بزاف د الحاجات خياليه والابداع. ترجمه للواقع، لحقاش حنا عايشين في الواقع وتنعيشوا مع الواقع.